ورحنا باتجاهات حقيقة حتى أكون صادق، ليست فقط باتجاه طائرة الاف 16 وإنما رحنا باتجاهات طائرات متطورة. وضعنا 5 طائرات متطورة في العالم على طاولة المباحثات في أطر القيادة، وخلال دراسة مستفيضة وأيضا التواصل مع هذه الدول تمكنا من إيجاد الوسيلة الملائمة من خلال هذا التحليل بأن نختار هذه المجموعة من الطائرات. وفعلا أبرمت عقد طائرات الاف 16 بعد ما تلكأت الدول الأخرى في تلبية طلبات الجانب العراقي من خلال الطائرات الموضوعة. هي كانت تحديدا حتى للتاريخ أذكر هي كانت طائرة الميج 29 ايم الروسية، طائرة اليورو فايتر، طائرة رافال الفرنسية، وطائرة الاف 16 الأمريكية. فمن خلال المقارنات ومن خلال عدم تلبية الدول الأخرى لمطالبنا تمكنا، أو بعض الدول وضعت أسعار يعني خيالية جدا، تمكنا من الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية لشراء 36 طائرة من طراز اف 16 من شركة لوكهيد مارتن بموافقة الحكومتين العراقية والحكومة الأمريكية.